أهلا بكم. كنتمنى تكونوا بأفضل حال. في وحدة من المقابلات التلفزيونية قال المرحوم العربي باطمة: المغرب كان مقسم ل3 أقسام: ناس الغيوان، المشاهب، وجيل جلالة. ففعلا ملي ظهرت مجموعة ناس الغيوان كأول المجموعات وحقات اللي حقات من نجاح وإعجاب مغربي وعالمي، أعطت النفس والتحفيز لبزاف من المجموعات اللي بانوا من بعدها، ومنهم مجموعة المشاهب اللي سارت على الدرب لكن بنسق جديد وآلات جديدة وملابس موحدة. فرغم أن المشاهب شأنها شأن ناس الغيوان غنية على التعريف، لكن نزولا عند طلب الكثيرين من المتتبعي الكرام باش ندوي على مجموعة المشاهب وأعضائها فكان لهم ذلك، وخصوصا أنني من عشاق المجموعات المغربية، وغادي يكونوا إن شاء الله فيديوهات مفصلة لكل عضو من أعضاء المجموعة مع بعض المقتطفات من كواليس المشاهب، سواء في القصر الملكي أو مع البوليس وحتى مع الجمهور، فكونوا في الموعد. وهي مناسبة باش نشكركم على التعاليق المحترمة اللي كتدل على نبل تفكيركم ورقي ذوقكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة، ونتمنى نكون عند حسن الظن. المهم، تشاء الأقدار أنه في أحد أيام سنة 1972 غادي يتلاقى مولاي الشريف العلوي المراني في قهوة لاكوميدي بالدار البيضاء بالمسؤول الإداري السابق لمجموعة ناس الغيوان اللي هو الراحل الأستاذ محمد بختي. وكان ديك الساعات يلا نفصل عن مجموعة ناس الغيوان، فعبر ليه مولاي الشريف على الإعجاب ديالو الكبير لمجموعة ناس الغيوان وعلى الرغبة ديالو في تكوين مجموعة بحالها. وكان مولاي الشريف يلا رجع من فرنسا اللي حصل فيها على إجازة في التسيير من الجامعة الفرنسية السوربون، والتحق بمجموعة الأيادي أو الأنامل الذهبية اللي كانت أغانيهم كاملة بالإنجليزية، لكن ما طولش معاهم لأنه كان مهووس بفكرة إنشاء مجموعة موسيقية على شاكلة ناس الغيوان بكلمات وألحان وتوزيعات موسيقية مغربية. هنا الأستاذ بختي ما ترددش في دراسة طلب مولاي الشريف، وقال لي باللي كاينة مجموعة سميتها طيور الغربة جات من مدينة مراكش باش تسجل ألبوم في الدار البيضاء، لكن ما حالفهاش الحظ فاستقروا هنا باش يبحثوا على آفاق جديدة لمجموعتهم. وهكذا من بعد هذا الكلام تلاقى مولاي الشريف وبختي بالإخوان محمد وأحمد المعروف في الأوساط الفنية بوحميدة الباهيري اللي هما أعضاء مجموعة طيور الغربة المراكشية. ومن اللي دواو ودارسوا العدد كبير من النقاط، الإخوان الباهيري غادي يقولوا للشريف باللي كاينة واحد البنت عندها 15 عام داخل مجموعة طيور الغربة وصوتها طروب، يعني غادي تعطي إضافة للمجموعة. هاد البنت هي سعيدة بيروك. وبالفعل سافر مولاي الشريف وبختي والإخوان الباهيري لمدينة مراكش باش يقنعوا سعيدة باش توافق تجي معاهم للدار البيضاء وتدخل في تجربة فنية جديدة، وخصوصا أنه معاها ولاد حومتها اللي هما الإخوان الباهيري. قبلات سعيدة بيروك تمشي معاهم بعد ما قدم لها المرحوم الأستاذ بختي جميع الضمانات الممكنة، وبأنها غادي تسكن معاه ومع وليداته وغيعاملها بحال وحدة من بناته. وهكذا تكونات مبدئيا مجموعة المشاهب في نفس السنة اللي هي 1972. وهذا الاسم المشاهب كما قال الراحل محمد بختي هو فكرة أحد أصدقاء المجموعة اللي هو الأستاذ بولمان، محامي بهيئة مراكش، واللي اقتبسوا من القرآن الكريم في الآية اللي كتقول: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. صدق الله العظيم. وفي أواسط 1972 غادي تحيي مجموعة المشاهب سهرة بسينما الملاكي بحي محمدي، واللي كانت بمثابة امتحان حقيقي للمجموعة نظرا لتوافد عدد كبير من الشبان على سهرات المجموعات الغنائية اللي كانت كتنظم بهذا السينما، وأيضا لتواجد هذا السينما بقلب الحي محمدي، الحي اللي انبثقت منه الشرارة الأولى للظاهرة الغيوانية واللي كاين حاضر منه جل أعضاء ناس الغيوان. وبالفعل نالت المشاهب استحسان الجمهور في هذه السهرة، وكان من بين الحضور الراحل محمد باطمة اللي من بعد نهاية الحفل
عبر على الرغبة ديالو في الانضمام لمجموعة المشاهب وإعجابه الشديد بطريقة عزف مولاي شريف وأداء الفنانة سعيدة بيروك اللي غتجمعوا بها علاقة حب وغادي يتزوجوا في سنة 1974. ومحمد باطمة كان يلا غادر مجموعة تقادة لسوء تفاهم مع أحد أعضائها. المهم سجلت المجموعة في نفس السنة أول شريط لها تحت عنوان شوف ليك من غير الكاس دوال الراس. وفي نفس السنة أيضا قامت المجموعة بجولة مع الخطوط الملكية المغربية بعدد من العواصم وشاركت برفقة فنانين مرموقين كالأستاذ عبد الهادي بالخياط، حميد الزهير وآخرون. في هذه الجولة بالضبط غادي تنوض ملاسنات وعراكات بين حميدة الباهري والفنان حميد الزهير، فقرر الأستاذ بختي يفصل حميدة على المجموعة. هذا الشيء اللي ما عجبش خوه محمد اللي طالب بإعفائه من مهامه داخل المجموعة، ومشاو بجوج أسسوا الجواد بدعم من راحل بوجميع. هنا مولاي الشريف كان باغي صوت فخم فيه مجموعة من الشروط، فلقى الضالة ديالو في محمد باطمة بتوجيه من الأستاذ البختي، فمعاه عرفت المجموعة انطلاقة جديدة لا على مستوى الكتابة الزجلية ولا الأداء الغنائي. فباطمة كان كيعتمد لغة بسيطة من وحي البادية اللي كبر فيها، وأيضا تشبع بثقافة شوارع الحي المحمدي وكريان سنترال. وأغنية الأمانة خير دليل على كمالة الصوت والصورة. لكن رغم ذلك بقى تفكير الأستاذ بختي ومولاي الشريف منصب على البحث على أعضاء جدد باش يعطيو دفعة قوية للمجموعة، وتحقق لهم هذا الشيء في أوائل سنة 1973. كانت مجموعة غنائية سميتها الدقة اللي يلا رجعت من أرض الوطن من بعد جولة خارجية، وأعضائها كانوا اتفقوا على حل المجموعة لأسباب غير معروفة. ومن بين أعضاء الدقة المعروفين كان الراحل محمد السوزدي المعروف بجمالية صوته والعشق ديالو للأغاني الهندية. وهكذا التحق مجموعة المشاهب في أوائل سنة 1973، وهو نيت اللي اقترح عليهم عنصر جديد اللي كان معاه بمجموعته الفنية السابقة ومعروف بصداحة صوته والقلم ديالو المتميز اللي غيكون الفنان مبارك الشادلي. وهذا الأمر لقى ترحيب وإشادة من كل أعضاء المجموعة. ومن بين الأغاني اللي تولدت في هذه الفترة العامرة بالأحداث هي أغنية حب الرمان اللي كانت من تأليف مبارك الشادلي، واللي تعتبرت لاحقا بمثابة الانطلاقة الفعلية للمجموعة. وهكذا اكتملت صفوف المشاهب وعطاوها الخدمة بالنادي ديالهم اللي كان متواجد بالحي الصخور السوداء باش يحضروا تاني شريط المجموعة بعنوان الأمانة، واللي ضم 4 قطع وهي أمانة، الواد، طالب، الخيالة. هذا الألبوم لقى استحسان الجمهور المغربي، وشكلت أمانة ورقة تعريف مميزة لمجموعة المشاهب والمدرسة ديالها، وخلاها تكون محط إعجاب الجمهور المغربي. لكن الفرحة ما كملاتش. في أوج العطاء غادي توفى المرحوم بوجميع، وغادي توقفوا جميع المجموعات حدادا عليه لمدة تقريبا 4 شهور. ومن بعد كملت نشاطها الفني وصدرت ألبوم بعنوان بغيت بلادي اللي تسجلت بفرنسا، وضمنت قطع بغيت بلادي، القبيلة، الدنيا، حب الرمان، غاروا منا، الواد، وخيي، اللي كيرتيو من خلالها الراحل بوجميع. وهكذا ولات المشاهب كتصدر ألبوم كل سنة، بحيث قامت بإصدار ألبومها الرابع سنة 1975 بعنوان داويني اللي تم تسجيله أيضا بفرنسا، وتضمن 5 أغاني من بينها داويني، وعدي يا وعدي، شتت عش النسور، ويا مدازت، طالت بيا الأيام. خلق هذا الألبوم هو الآخر الحدث، حيث بدعوا فيه كل أعضاء المجموعة بدون استثناء أداء وكلمات وتوزيع موسيقي ولحن. وفي أواخر سنة 1975 قررت سعيدة بيروك بعد استشارة مع أعضاء المشاهب أنها تنسحب باش تفرغ لتربية مولودها المنتظر. وهكذا بدأ عاوتاني مولاي شريف وأصدقائه رحلة البحث عن صوت مميز باش يكمل الهرمونية الصوتية، وغادي يكون هو الفنان محمد حمادي اللي جا من مراكش وقصد نادي المشاهب أنذاك بحي الصخور السوداء باش يجربوا الأداء ديالو. وفعلا أدى حمادي بعد من المواويل، فلقى الأداء ديالو كل استحسان وترحيب من طرف أعضاء المجموعة. وهكذا خدمت المشاهبة على ألبوم جديد بعنوان الحصلة، وكان ظهور وجه جديد
على غلاف الكاسيت الخاص لمجموعة المشاهب اللي هو محمد حمادي. كان جمهور المشاهب في هذاك الوقت مكون من الطلبة والأساتذة الجامعيين والمفكرين والأدباء والفنانين، ولاو فيما كيبان شي ملصق المشاهب على سبورات أحد المسارح أو جهر به شي واحد في الزنقة بالسيارات المزودة بمكبرات الصوت اللي كانت من طرق الدعاية في سنوات السبعينات، إلا وكتلقى جمهور المشاهب في الموعد. ومع توالي الألبومات بدات المجموعة كتنجح وكتكتسب شهرة كبيرة، وولات كتحيي سهرات داخل وخارج المغرب. فطريقة الوقوف ديالهم فوق خشبة المسرح على شكل نصف دائرة مع رجوع أعضاء المجموعة اللور باش يتسلط الضوء على اللي غادي يقدم الموال كتدل على الذوق الفني والاحترافية. وملابسهم اللي فيها شهب نارية كتدل على اسم المشاهب، كتنشر مجموعة من الأحاسيس ومنها الرهبة على المسرح. ومع كل هاد النجاحات عيون المخزن كانت كترصد كل تحركات المشاهب، بحكم أن أغاني المجموعة كسائر المجموعات الغنائية آنذاك كتحاكي هموم ومشاكل الناس وكتمرر رسائل تثقيفية وتوعوية. وفي ظل هذا التضييق ولات المجموعة كتكلف أحد المساعدين باش يجمع الآلات والميكروفونات من الخشبة، لأن رجال الشرطة كانوا كل مرة كيهزوهم مباشرة من بعد ما كتسالي السهرة إلى قسم الشرطة باش يستنطقوا كل واحد منهم على مغزى ومضمون كلمات بعض الأغاني اللي غالبا ما كانوا كيلقاوها عند الشرطة مكتوبة وفوق منها خط أحمر. وهكذا ولاو كيديو معاهم الحفلات كما سبق القول، واحد اللي كيجمع الآلات الموسيقية وكيديو معاهم أيضا أصدقاء كتار باش على الأقل يكونوا حاضرين ويعلموا والديهم وأقربائهم إلى هزوهم البوليس إن كوميسارية مشاو ليها. أغاني المشاهب الفنية ما ترقاتش فقط المواضيع اللي كتهم المواطن المغربي، لكن القومية العربية كانت حاضرة وبقوة ضمن أغاني المجموعة من خلال قطع عدوان على العراق، البوسنة، صلاح الدين، أطفال الحجارة، القارة السمراء. لكن كتبقى قطعة فلسطين واحدة من روائع المشاهب اللي بدع في كتابتها المرحوم محمد باطمة ولحنها حمادي، ومولاي شريف قاد لها التوزيع الموسيقي اللي استغرق سنة كاملة. لكن للأسف رغم كل النجاحات اللي حققتها المشاهب فكانت مظلومة وتعيسة الحظ، شافت سنوات عجاف وسنوات المنع من الظهور، ومن بعد تصدع داخل أعضاء المجموعة. هاد الأعضاء اللي كيقولوا أن سبب شتات المجموعة في كل مرة هو تقارب الرؤى الفنية بين أعضائها والحصار الخانق ديال رجال الأمن. وبعض المقربين والمعجبين بالمجموعة كيقولوا أن الأنانية والشهرة والغرور هي السبب، بحيث ولا كل عضو كيحس أنه هو الحلقة الأهم في المشاهب، وأنه إلى ما كانش هو ما غتبقاش شي حاجة سميتها المشاهب. ومن اللي قاع بدات المجموعة كتدارك الأخطاء اللي طاحت فيها بفعل الانقسامات. غادي توفى العضو المميز المرحوم محمد باطمة، ومن بعد منها توفى أستاذ المجموعة الراحل مولاي الشريف العلوي المراني، وصولا إلى رحيل صاحب الصوت الجذاب محمد سوزي سنة 2012. إنها المشاهب الباحثة عن الصوت المفقود ورمان البدايات اللي انضج قبل أوانه في الجمر المغربي. إنها المشاهب اللي ما دازتش من الطريق المفتوح تحت الضوء، بل حلات لها مسلك في غابات الصوت المغربي ورسمات الطريق الأصوات قادمة. خليلي علاش تعاديني، تهجرني وتخلي لي رسامي خالية، رسامي خالية هاديك رسامي، غابة وغدير وشعبة وحيوط باقة مخربة، هاديك رسامي. كيف الجزيرة فيها يخلي ويملي، يغرس نخلة وينصف الدان ويضيق الحال بيا، كنشوف نجم من سماه ساقط بعد كان معلي، شكله نقطة وزنها أطنان، خليلي علاش تعاديني، تهجرني وتخلي لي رسامي خالية، خالية هاديك رسامي. فكرك جبال عالية ما تباع بمال، صخرة منك تخلي البصار فيك شاخصة، تعليماتك راسخة الحياة دونك محال، لكن نوارك ساطعة الحياة ما تدوم ناقصة.